عارف ليه اللورد اللي فتح قبر توت عنخ آمون مات فجأة؟ الكل قال سحر، والكل خاف من لعنة الفراعنة. بس يوسف النهاردة هيكشف لكم الحقيقة الصادمة. في نوفمبر 1922 اللورد كارنرفول وقف قدام باب مقفول بقاله 3000 سنة. اللحظة اللي اتكسر فيها الختم كانت بداية النهاية. الهواء اللي كان محبوس جوه ما كانش مجرد تراب قديم. الضلمة والرطوبة العالية مع جثث الملوك عملت بيئة مرعبة، بيئة مثالية لنمو كائنات مجهرية قاتلة، فطريات سامة جدا، أشهرها فطر الرشاشيات أسبرجلس. جراثيم الفطر ده كانت مستنية ضحية تتنفسها، وبمجرد ما دخل اللورد استنشق كمية ضخمة من السموم دي. بعدها بأيام بدأت الحرارة تزيد والرئة بدأت تنهار. الصحافة وقتها ولعت الدنيا، انتقام الملك توت بدأ. بس الحقيقة كانت التهاب رئوي حاد بسبب الفطريات. الفراعنة كانوا عباقرة في التحنيط، بس الطبيعة كان ليها رأي تاني. العلم أثبت إن مفيش لعنة، في بس إهمال لإجراءات السلامة. مات اللورد وعاشت الأسطورة سنين طويلة بتخوف الناس، والنهاردة العلم بيفك شفرة كل لغز كان بيعتبروه سحر. العلم دايما بيفوز في النهاية. لو عايز تعرف أسرار تانية خليك دايما فضولي.